بقى من الحته دي وشوف هنعمل ايه. انا عايزك تركز معايا وشوف هنعمل ايه في الكلام الجميل اللي قدام عينيك دوت. ده مش كده وبس، ده انت هتشوف كمان حاجات احلى. بص كده، هات السرنجه الجميله بتاعتك. اوعى بس دي كده مش تبعنا. هتجيب السرنجه الجميله بتاعتك، هتسحب شويه حلوين كده. ايه رايك في الزغلول ده؟ نقول الزغلول ده عمر كام يوم؟ نيجي عنده ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع ايدك فوق يا باشا، سمي الله سمي الله. هتدي الزغلول على قد حصلته. الله اكبر. الزغلول قاعد شبعان من عمر يوم لحد الفطام اللي بعده كمان نفس الكلام. الله اكبر. الزغلول كان وشبع. طول ما الزغلول واكل وشبعان معاك هتلاقي الزغلول معاك بصحه كويسه، هتلاقي الزغلول معاك بيكبر بسرعه. ده مش كده وبس، ما تقوليش قد ايه قد ايه، لا انت ادي على قد حصله الزغلول. شوف الزغلول محتاج قد ايه واديله. ادي واحد تاني اهو، واهم شيء انك تفضي الهواء. يلا ما شاء الله. الله اكبر. ده كمان شبع. ما تيجي ناخده العمر اللي بعد منه كمان، يبقى احنا كده اشتغلنا معاك جميع الاعمار. نفس الكلام برضو، سمي الله. الزغلول بياخد على قد حصلته. انا بقى دلوقتي محضر لك مفاجاه جميله، ان انا الزغلول من عند اهله باخده من العمر دوت كده واقل من العمر ده، باخده معاه من عمر يوم. طب بتاخده من عمر يوم بتعمل معاه ايه؟ هوريك برضو بعمل معاه ايه. ارفع ايدك فوق اهو. طبعا ده كان وشبع. تعالى. طب انا مش عايز اكل الزغلول من عمر يوم وعايز في نفس الوقت الزغلول يطلع عندي بصحه كويسه. هقول لك اللي انا بعمله دوت تعمله بعد ما تاكل الاب والام. يعني اكل الاب والام وخلي الاب والام يعملوا اللي عليهم وتبدا تخش تساعد تاكل. ايه رايك في الدفعه دي؟ الدفعه دي انا ساحبها من اهاليها وهي في العمر دوت واقل من العمر دوت. طب سيبك من الدفعه دي، تعالى بقى شوف الدفعه دي ما شاء الله نفس العمر برضو ساحبينها. بص الزغلول بقى عامل ازاي. الله اكبر. الله اكبر ما شاء الله. شوف كده الزغلول بقى عامل ازاي. بنسال يا رب البركه والزياده للجميع. طيب ايه اللي انت اكلته للحمام دوت او ايه اللي انت بتقدمه للحمام؟ هقول لك دلوقتي كل حاجه بالتفصيل. هات واحد تاني كده ما شاء الله. تعالى هنا. الله اكبر الله اكبر. يلا بينا نشوف احنا عملنا ايه مع الزغالين من على الدفعه دي ونشوفها عامله ازاي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. ركز معايا وصلي على النبي وشوف صحه الزغلول عامله ازاي. تعالى اقول لك ازاي تحافظ على زغاليلك وتخلي الزغاليل بصحه كده ما شاء الله. الخلطه السحريه اللي انا بقدمها للزغاليل طبعا بنسحبوها من الاهالي من عمر اصغر من كده بكتير، 5 معالق من التركيبه الجميله دي. هقول لك تجيبها منين وهقول لك ازاي تتعامل. كل معلقه من دي بنحط عليها 20 سم ميه. طبعا احنا حطينا 5 معالق، بنبدا نزود الميه كده وهقول لك شكله بيبقى عامل ازاي وهقول لك ازاي تاكل معاه. طبعا ده فيه بروتين، كالسيوم، فيتامين، املاح معدنيه، حاجه كده ما شاء الله. طبعا ما فيش حاجه بتغني عن الاب والام، بس احنا متعودين ان احنا نسحب الزغاليل من عند اهاليها اصغر من كده وبنبدا احنا نتعامل معاه وناكلها. طبعا بتشوف كثافه انتاج ما شاء الله ما شاء الله. عقبال ما الزغلول يشد حيله يكون الاب والام باضوا وفقسوا معانا تاني. يبقى انت كده انتجت 4 زغاليل في الشهر او في ال40 يوم ما شاء الله. طبعا زي ما انت شايف بتفضل تقلب لحد يبقى معاك بالمنظر دوت. وكل لما تسيبه اكتر كل لما يتقل معاك اكتر. نسيبوه شويه وتعالى افرجكم على اللي عندي. طبعا دي الهزاز دوت اهو. في واحد هزاز والتاني هزاز ابوه وامه باضوا معانا وخلاص قربوا يفكوا. اي جوز خدنا منه الزغاليل بتاعته باض معانا وهيفك معانا الحصى الجديد وهنعمل معاه نفس الكلام. يلا بينا نشوفه ازاي هنأكل. وزي ما انتم شايفين طبعا بعد ما سيبناها شويه ونبدا نقلب خلاص هو تاكل على طول. واهم شيء انك تسمي الله. طبعا السرنجه المستورده دي يا جماعه موجوده عندنا برضو اصليه، تغليها في الميه تعمل فيها اللي انت عايزه مش بتبوظ الحمد لله رب العالمين. تاخد الميكس بتاعك بالسرنجه كده. طبعا الميكس بيتسحب معاك بالسرنجه ديت مش بيقف في السرنجه زي ما حضراتكم شايفين. وتيجي على الزغلول اللي شبه كده ما تقوليش ادي الزغلول قد ايه. انا عايزك تدي الزغلول على قد معدته. مثال معدته تاخد 20 سم تديله 20 سم، يعني ده كده خد 20. حاجه برده مهمه ومفيده انت كمان لازم تعملها. لو جيت هنا لازم تحطهم في ارضيه سلك عشان خاطر الزغلول يبقى قاعد مرتاح. الفضلات بتاعته تنزل في الدرج وبعد كده تاخد الدرج وتنضفه. طيب ايه اللي احنا اكلناه دوت؟ اللي احنا اكلناه ده يا جماعه اسمه توب ميكس تاكيل يدوي من عمر يوم لحد الفطام. في شحن جميع المحافظات. وزن البرطمان 400 جرام. طبعا في اسعار خاصه للجمله والمحلات. نسبه بروتين جميله جدا، نسبة كالسيوم حلوة جدا، فبتساعد معاك على الانتاج وبتلاقي الزغاليل معاك ما شاء الله زي ما انت شايف كده. بنسأل يا رب البركة والزيادة للجميع. عندنا شحن جميع المحافظات. واستنونا في كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.